السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى إن شاء الله كاملين يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة وأنتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وكنتمنى لكم أخواتي الكريمات التيسير والتوفيق ودوام الصحة وراحة البال. وصفتنا اليوم إن شاء الله ملوي كبير كيبرد على القلب، كيجي مورق ومقرمش، كيجي أكثر من رائع بدون تعقيدات بطريقة سهلة. أكيد لا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم. كنتمنى تشجعوني باللايكات وتعليقاتكم زوينه، تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه اشتركوا بالقناه باش توصلكم اي جديد. ندوزو المكونات وطريقه التحضير. زلافه ونصف، وغادي نحتاجو القليل من الخميره الفوريه ونصف خماره، ملح حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال العسل. يمكن لكم تعوضوها بسكر حبيبات. صافي هنا غادي نبدا نجمع في العجين ديالي بالماء اللي كيكون دافي غير شويه. حاولوا انكم بالنسبه للخميره الفوريه ما تكثروش، فقط الراس ديال المعلقه. غادي نبقى نضيف الماء وانا كنجمع حتى نحصل على واحد العجين اللي ما تكونش رخوفه بزاف وما تكونش قاصحه. صافي هنا من بعد ما غادي نجمع العجين غادي نحاول اني غادي ندلكها. حاولوا انكم تدلكوها مزيان باش تحصلوا على واحد العجين اللي عاد تساعدكم في الخدمه وما غاداش تعذبكم. هنا من بعد ما دلكتها غادي ندهنها بالقليل من الزيت، وغادي نغطيه ببلاستيكه وغادي نخليها ترتاح تقريبا 15 دقيقه. صافي هنا العجين ديالي من بعد ما ارتاحت غادي نبدا نشكلها في كويرات الحجم ديالهم اللي كيكون كبير. بالنسبه للعجين مرتاحه ومدلوكه مزيان، ما غاديش تعذبنا ملي نبغيو نشكلوها. صافي هنايا غادي نستمر بنفس الطريقه كنشكل كويرات. هذا هو الحجم اللي غادي نوريكم، كيكونوا كبار حتى نكمل كميه العجين كامله اللي عندي. هنا من بعد ما شكلتهم كاملين غادي ندهنهم بالزيت مزيان باش ما يديروش القشره من الفوق، وغادي نغطي عليهم بلاستيكه وغادي نخليهم يرتاحوا المره الثانيه. بالنسبه للعجين ديالي مدلوكه مزيان ومخدومه كلها فقاعات. بالنسبه للخلطه اللي غادي نورق بها الملوي، خديت الزبده ذوبتها. انا خلطت ما بين الزبده ديال التوريق وديال العلب، ضفت ليها القليل من الزيت، وغادي نضيف 2 معالق كبار عامرين ديال الدقيق الصلب الفينو، ومعلقه كبيره ديال الفورص. يمكن لكم تعوضوها بالنشا. غادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعض. بالنسبه لهاد الخلطه كتخلي المنوي ديالكم او المسمن كيجي رائع وكيجي كله مورق. هنا كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت، وكناخذ اول كره عندي كيف ما كتلاحظوا العجينه طلقات. غادي نبدا نورقها وغادي نطلقها بشكل جيد. حاولوا انكم تورقوها مزيان باش الملوي ديالنا كله كيجي مورق تبارك الله، كيجي بحال رزيزه. واخا هو غير ملوي فلاحظوا معايا اني هكا كنركز على الجوانب مزيان باش الملوي ما كيجيناش غليظ. صافي العجين هنا كيف ما كتشوفوا معايا ما كتقطع ما والو، كتجي غزاله وكتعطينا الطوع هكا في الخدمه. صافي هنا من بعد ما طلقتها على شكل مستطيل باش تجيني مزيانه في الطويان ديالها، غادي نرشها بهذيك الخلطه اللي درنا ديال الزبده مذوبه مع الدقيق الفينو مع الدقيق الابيض. في هنا كنجيب الجهه الاولى مع الجهه الثانيه ودائما كنرش بهذيك الخلطه. من بعد كنطوي للمره الثالثه كيف ما كتلاحظوا. بهذه الطريقه الملوي ديالنا كيجي التورق ديالو كتير وكيجي خفيف وكيجي كله مورق. هنا كنحاول اني نرقو بيديا او كنبسط العجين بهذا الشكل باش كيجيونا مهويين وخفاف. وغادي نرش بشويه ديال الخلطه. حاولوا انكم ما تكتروش باش ما يجيناش ميدم. هنا كنبدا نطوي وانا راخفه يديا. حاولوا انكم ما تزيروش يديكم ملي كتبغيو تلويو على هذا الشكل، الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. شوفوا معايا العجين ديالنا كيفاش مطلوقه، هذا دليل على النجاح ديالها. ودائما كنبسط العجين واحد شويه بيديا وكنطوي وكنرش بشويه ديال الخلطه بهذا الشكل كيف كتلاحظوا. صافي هنايا من بعد ما كملتها غادي نجمعها من الجوانب بهذه الطريقه. صافي هنا غادي نوضعها في بلاطو وغادي نغطيها ببلاستيكه باش ما ديرش لينا القشره، وملي نبغيو نبسطوها ما تعذبناش. صافي هنا غادي نعاود معكم الثانيه من بعد ما كنبسطها مزيان. كنحاول اني ما نطولش عليكم الفيديو.
كنبسطها مزيان من الوسط وكذلك من الجوانب باش ما كيجينيش التوراق غليظ. من بعد غادي نرش بهذيك الخلطه. غادي نجيب الطرف الاول، من بعد غادي نجيب الطرف الثاني وغادي ندهن بهذيك الخلطه. من بعد غادي نطوي للمره الثالثه. طريقه اللي هي سهله وبسيطه. هنا غادي نحاول نرقق بيديا ونبسط العجين بهذا الشكل باش كيجيونا مهوين وخفاف من الداخل. وصافي غادي ندهن بديك الخلطه شويه، ما كنكثرش بزاف، وكنبدا نطوي. وانا راخفه يديا باش كيجيني الملوي باين فيه التوريق بزاف. ودائما كنبسط العجين بيديا او كنرققها بهذا الشكل، عاد كنطوي باش كيجيوني مهوين وخفاف من الداخل. مره كندهن بشويه ديال الخلطه، ما كنكثرش. صافي هنا من بعد ما كملت غادي نجمعها من الاطراف بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا. عجين اللي هي كلها فقاعات وناجحه 100%، حيت مدلوكه مزيان ومرتاحه، ما غاديش تعذبكم من بعد ما غادي تبغيو تشكلوها. صافي هنا من بعد ما شكلتهم كاملين درت المقله تسخن على نار اللي ما كتكونش مهيله وما كتكونش مجهده بزاف، وغادي نبدا باول وحده. حاولوا انكم ما ترقوهاش بزاف وما تخليوهاش غليظه. صافي هنا غادي نوضعها في المقله من بعد ما رشيت شويه ديال الزيت. وحاولوا انكم النار ما تكونش مجهده بزاف باش ما تحرقش ليكم، وما تكونش ناقصه باش ما تيبش ليكم، ومباشره قلبوها. شوفوا الطريقه ديال الطياب، غير وحده شحال كنبقى نقلب فيها باش كيجيني الملوي كله محمر وموحد اللون، كيجي غزال ومقرمش وكيجي كله محلول من الداخل. كنتمنى اخواتي طريقه الشرح ديالي تكون واضحه لكم. من اخواتي الطريقه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ملوي لي ناجح 100% وكيجي اكثر من رائع، كيجي غزال تبارك الله، كيجي كله محمر. هنا غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنطيب. مباشره من بعد ما كنحط الملوي كنقلبها وكنبقى نقلب فيها شحال من مره باش كتحمر ليا من الوسط وكذلك من الجوانب، وباش حتى داك التوريق كيجيني باين من الداخل، كيجي كله محلول. كما كتلاحظوا هذه الطريقه باش كنطيب الملوي. حتى طريقه الطياب حتى هي مهمه، حاولوا انكم تبقاو تقلبوا فيها باش كتجي كلها موحده اللون وكيجي التوريق باين الداخل. عجبكم اخواتي الفيديو ما تنساوش تشجعوني باللايكات وتعليقاتكم زوينه. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء فضلا وليس امرا. ملوي كيجي كله مقرمش وكيجي مورق، كيجي اكثر من رائع. كنتمنى اخواتي الطريقه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ملوي اللي ناجح 100% وبطريقه سهله ومبسطه. وكنبغي اخواتي نشكركم على تشجيعاتكم وعلى تعليقاتكم الزوينه. الله يفرحكم يا ربي، احبكم في الله. خليتكم اخواتي الكلمات في رعايه الرحمن. الى فيديو جديد ووصفه جديده.